خبنا مع المغرب كلامك بارفوا تحكي في حاجات لوجيك. انت كي تقول لي توا مغرب تونس اوكي نمشي معاك لا وريفاليتي وعندنا ودربيات واحنا تونس قبل التاريخ حاضر توا قداش قلت انت 53 نقولوا 60 احنا تونس 60. حكيم يسوى 75 وشفناش افهم وحدك احسن رقم لاعب واحد يا ولدي احسن نقول لك من الاخر كان ما جاش فما ديمبيلي سنه كان ما جاش فما ديمبيلي سنه برزك البروز اكسترا اوردينير منقطع النظير 47 مساهمه ما بين اهداف واسيست راهو حكيمي مرشح بارز البالون دور صح هاني نقول لك بيان سور الراجل اريير لاترال ماركي 14 بونتو وعاتي 10 اسيست وجمعيته في اغلب المباريات ماركيهم في الليج 1 دكتور لا في الشامبيونز ليج 14 لا نحكي لكم في سيزون كامله اما ماركي في الشامبيونز ليج صديقي ديمي فينال وفينال ماركي لك لا وماركي كار كونتر استون فيلا بونتو 0-1 غادي في الانجلتير في برمنغهام وماركي فهمتني ولا كونتر الانتر ماركا كونتر ناسيونال هو نسيتك ماركا كونتر الانتر لا كونتر ماركا كونتر الارسنال زيدا اي ماركا البونتو الثاني في باريس السيد اريير دروا ماركي لك كار دومي فينال ايش تحبني اي اون ميم طون يلي لان دي ميور سون لاعب جوكر ما تحسوش كان شيء سيدي انا نحكي لك حاجه لاعب جوكر نحكي لك حاجه ريغوز زاد بخلاف ريغوز ليكيب تيب نتاع اليو اف ا ليكيب تيب تاع الشامبيونز ليغ حاطينه الي دروا من الجيران نتاعنا وصلي شوشان راهو احنا البلوز امبورتون توا ركزوا على الماتش هذايا اللي تحكي فيه انت كله واقع حتى حد ما ينجم يمحيه حتى حد ما ينجم معناها ينحيه من كتب التاريخ لكن توا فما واقع اللي كونه في السنوات الاخيره معناها المغرب عملت قفزه كبيره برشا وقت اللي احنا في السنوات خلينا نقولوا نتاع ما بين 16 و 18 19 عملنا قفزه كبيره وصلنا 14 عالميا وصلنا عندنا حظوظ وصلنا عندنا صفوه من اللاعبين لكن ديما معناها نبرزوا بالكوليكتيف صح ديما نبرزوا بروح المجموعه ويكون عندنا ان تالون ودو هو يلديبلوك لا سيتواسيون باهي المغرب لا المغرب تبرز بالإنديفيدواليتي نتاعها تبرز باللاعبين النجوم اللي يلعبوا في اعتى الفرق الاوروبيه اللي يلعب لك في مدريد معناها دياز حكيمي على ليبوك زاد كيف انتر مدريد توا بي اس جي كبار القوم في كرة القدم العالميه بونو النيسري توا النسيري كعبي ايوب كان احسن لاعب وناحيه ليبوك مرابطات الزوز نور الدين وخوه فهمني سفيان معناها كانت عندهم جينيراسيون كبيره برشا وعملوا كوب دي موند ممتازه في 2018 باك الماتشات الشهيره مع البرتغال واسبانيا وقتها 3-3 وكل شيء 2022 يزون كونفيرمي قلت لي احنا وخرنا حقيقه معناها ميفو با ما نبداوش نحكيو على ريفاليتي نحن واقع في مقارنات هذاك اش قلت لك ياخذ المغرب توا ماهيش المغرب تاع ماهيش مقارنه اما راهو بارفوا كي تجي باش تقدم مباراه يعني نحب برشا لي زوروبيان علاش خاطر يخدموا لوجيك يخدم كورب يحط لك كورب يحط لك العوامل اللوطه ويحط لك البوزيسيون نتاع الفيفا من الفوق وقت اللي تونس ماشيه قاعده فهمتي وتطيح في الكلاسمون هما لا كورب اوبوزي صح ماشيين يطلعوا بار كونتر تقول لي يلقاو برشا مشاكل معنا في الدربيات نقول لك صحيح تقول لي راهو ايزون دو مال باش يتعاملوا مع السيستم دو جو نتاعنا نقول لك صحيح تقول لي راهو يقراونا ألف حساب ويخافوا سورتو فهمتني من لا رابيديتي نتاع لي كونتر نتاعنا من الهجمه المرتده والترانزيسيون نقول لك صحيح كيما نقول لك زاده اللي هما سور لو بلان كاليتي خير منا برشا والديبلوكاج دو سيتواسيون صعاب ويقراو لي سيتواسيون والسكيلز نتاعهم والتكنيك مو خير منا صحيح انا في الكوره قد ما تقيم الادفيرسير نتاعك في دوك انا ممكن الفكره نتاعي ما فهمتهاش انت جوست كملت هذه نحكي على ريفاليتي الاكثر الاقل كرويه تحكي انت على الريفاليتي اللي هي جغرافيه ومن بعد انتقلت للرياضه وتونس كانت عندها كعبها عالي جينيرالمون في زوز ماتشوات اللي احنا نذكروهم ولا 3 ماتشات نذكروهم مع المغرب كملت اللي ربحت فيهم تونس اللي ترشحنا به الكوب دي موند تاع 2-2 والفينال تاع اليورو تاع الكان وال جابون وفوالا وتونس جابون سيول 1988 سيول بعدنا برشا دونك نحكي هذوما 3 ماتشوات في ال 15 عام الاخرانيين اللي نتذكرهم ولا 20 عام الاخرانيين اللي التوانسه يتذكروهم كل ما قابلنا المنتخب المغربي خرجنا بلوز موا بنتيجه ايجابيه وترشحنا ولا ربحنا ولا كذا لكن حال البارح ماهوش حال اليوم
احنا جايين الحقيقه من عامين كاتاستروفيين. دكتور انا عندي سؤال اخر. مجدي حكى على فالور مارشاند، مع قيمه تسويقيه تاع منتخب، يحكي على 354 مليون دورو. انت تعرف تونس قداش ولا 53 ما بين 50 و 65 و 65 هذا 7 فوا بلوس. صح تحكي لي 7 فوا بلوس، انتر 6 و 7 فوا. تحكي لي دي شيفر، سامحوني في الكلمه تفجع انورم بالحق، انورم معناها باهي. لهنا انا نحب نشوف كيفاش منتخب خالد بالحق ما زلنا عايشين على بعقليه 2004، خاطر شفت الكومنتير قدامي بالحق. ليه عايشين بعقليه 2004؟ ليه؟ لانه 2004 دخل في طيات التاريخ، ولكن ما يتنساش لانه يبقى رقم ورمز للتوانسه الكل، وفرح التوانسه الكل. التاريخ هذاك في 2004 صحيح، اللي ما عندوش التاريخ هذاك ما نجمش يبني باش يحضر مستقبل باهي. ولكن ديما نقول انا حاتم، رغم الصعوبات اللي تمر بهم بلادنا سواء كانوا ماليه او اقتصاديه او كذا، دائما تونس موجوده راهو رياضيا للامانه، وفي كل الرياضات في مثل المواقف هو المباريات الكبرى هذه المنتخب التونسي ما يحشمش التوانسه. وانا متاكد بقطع النظر عن نتيجه المباراه انه مش نقدموا مباراه محترمه جدا، لانه تعودنا انه نلعبوا ضد كبار القوم، خاصه كي نلعبوا ضد كبار القوم نقدموا حاجه مزيانه، وعندنا المخزون الكروي نتاعنا، ونقلقوا كل الفرق الافريقيه نحن والعربيه، ومعروفه حتى عند الاوروبيين كي حلوا المباريات على المنتخب التونسي. مش بالسهل انه يسميك ايطاليا افريقيا، انك تعرف تسكر، تعرف تلعب، تعرف تقتل الطرح رغم قيمه. انا كونتر الحكايه نتاع ايطاليا افريقيا هذاك رايك انت عادي، بالعكس نحكي لك خالد نحب نكور، نحب نكور، ولكن لي زاتون تاعي ما يخلونيش نكور بالحق. لي زاتون ما عنديش. علاش الفكره لي زاتون ما عنديش. سامحني، شنو معناها ايطاليا افريقيا ساعه؟ يا اخي ايطاليا يتذكر برك، ايطاليا تلعب الكونتر، ايطاليا تلعب الكونتر، هي كلنا نلعبوا كيما صديقنا اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد راهو مش خايب، راهي طريقه من طرق التكتيك في كره القدم العالميه. كل واحد عنده المنهج اللي راه اصلح واقرب ويوالف اكثر، يوالف اكثر امكانياتك وامكانيات لاعبيك حسب امكانيات المنافس. اليوم تحكي على منافس راهو من طراز عالي وعالمي جدا. اليوم المنتخب المغربي قادر انه يهزم اي منتخب عالمي. حبينا نلعبوا مجدي ماركينا كونتر بوركينا فاسو، بيت نوار عندي انا، قلت لك انا نتفجع كي نسمع منتخب بوركينا. كي نحبوا نلعبوا ماركيو، علاش تقول لي ايطاليا نتاع افريقيا؟ علاش اتلتيكو مدريد نتاع افريقيا نسكر ونلعب على الكونتر؟ ليه يا خويا نحب نكور انا يا حاتم. شوف تحب تكور لازمك امكانيات باش تكور. شوف المدرب الذكي ولا معناتها المدرب الذكي اللي يعرف يتعامل مع الكيتين تاع اللاعبين نتاعو. ما تجيش انت معناها عندك اللاعبين مستواهم الفني متوسط باش تصنع اللعب كونتر منتخبات كبيره. احنا لازمنا نعرفوا نتعاملوا مع كل مباراه. اليوم كيف نحكيوا على المنتخب التونسي ضد المنتخب المغربي فوارق كبيره برشا. دونك باش بالطبيعه الفنيه يعني. دونك انت باش توقفهم وباش تعمل مباراه كبيره لازمك تكون معناتها سير بلان وتعرف تجري المقابله نتاعك كما يلزم. واحنا تونس عودتنا في كل مقابله نكونوا احنا ما عندناش شانس كبيره نعملوا مقابله كبيره. معناتها في كل مقابله معناتها المنتخب المنافس يكون هو اقوى منا على الورق نعملوا مقابله به. احنا في تونس كي تبدا مقابله سهله ما نعرفوش نربحوها وندخلوا في البريسيبيتاسيون وما نعرفوش نجيريو ماتشونا. هذاك علاش الماتش هذايا الفوارق كبيره، لكن نجم نعملوا مقابله به. نعملوا مقابله خاطر اوني دون نوتر اليمون. بلاتك فكر دكتور بريباراسيون فاز بريباراتيف تاع الكوب دي موند، لعبنا كونتر البرتغال، لعبنا مع شكون؟ مع اسبانيا، مع كوستاريكا، مع ايران، عملنا مباريات كبيره. عملنا تورنوا مع تركيا حتى في الاوفنسيف لعبنا. تحكي على 2018 نحكي لك على 2018 وما لا تراح الكبار دكتور. ماركينا يا ما مشينا زاد للجابون، عملنا رايحين مع الجابون والكوريا لا راك الله مكرون. عملنا الكيرين كاب، عملنا دوره محترمه قبل بعام. اي اما من بعد زاد عادين نزمر شويه خايبين برشا. صحيح. اي اما سامحني انت توا نجمش عادي 90 دقيقه وانت تدافع راهو. لازم يكون سيرتا مومون باش تكون عندك الكره كيفاش تتصرف فيها. اسكو عندك دي زيدي دو جو، اسكو عندك فكر معين، اسكو تعرف كيفاش تمشي فير لافون، اسكو تعرف كيفاش توظف الامكانيات تاع لاعبيك، اسكو اليوم باش يرجع العيدوني وحنبال ونيس بسليمان في الوسط ولا واحد منهم ولا زوز، فرجاني جيماجيني فايتر بريزون خاطر في فورمه كبيره. تصور شادو بتشكيله مثاليه. تشكيله مثاليه بس علي العابدي باش يكون في مكانه. علي العابدي باش يكون في مكانه، دراغا فاليري باش يكمل ولا بوتيتر جيماجين. نتصور يكمل فاليري عمل مقابله. اسكو برون باش يرجع بلاصه غرام، اسكو غرام باش يكمل، جو سي با يا با مال دو كيسيون احنا مانيش حاضرين معاهم، لكن اون سو بوز سي كيسيون لا. الحاضر يلعب سو كي سور، هما يعرفوا
اسكو باش يلعب شوات، اسكو باش يلعب مستوري، اسكو باش يلعب الطيف اونكور فوا، اسكو باش يرجع لعاشوري. لو نسالك انا اسكو الطيف يمشي على اليمين وعاشوري يلعب على اليسار. لو نسالك دوك معناها بالنظر المباراه